قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم. تخيل وانت قاعد بتتصفح على الإنترنت بشكل عادي، وتحديدا في يناير 2012، وفجأة تشوف صورة غريبة جدا عليها طلب واحد وواضح: نحن نبحث عن أفراد أذكياء للغاية للعثور عليهم ابتكرنا اختبارا، وهناك رسالة مخفية في هذه الصورة، اعثر عليها وسوف تقودك إلى طريق العثور علينا. نحن نتطلع إلى مقابلة القلة التي ستنجح في تحقيق ذلك. واللي حصل في اليوم ده ما كانش مجرد رسالة عادية من هاكرز، دي كانت بداية لأعقد وأشهر لغز محير في تاريخ الإنترنت كله. تحدي فكري عالمي استمر لسنوات. كيان مجهول قرر إنه يختبر عقول البشر، والأغرب إنه حول اللغز ده من مجرد أكواد على الشاشة وانتقل إلى الواقع والأماكن الحقيقية في قارات مختلفة. الكيان اللي بدأ اللغز ده اسمه سيكادا 3301. والسؤال المهم: مين هو الكيان ده بالتحديد؟ وليه بذلوا كل هذا المجهود الضخم عشان يبحثوا عن شخص واحد بس؟ وهل اللي قدر يوصل للنهاية انضم فعلا لمنظمة سرية أو استخباراتية؟ أهلا بيكم، وتعالى أحكيلكم عن لغز سيكادا 3301. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم تنبيهات بالقصص الجديدة أول بأول، ووصلوا الفيديو ده ل100 لايك. ويلا نبدأ. القصة بتاعتنا بدأت على منتدى 4تشان الشهير اللي بيدخلوا الناس الأذكى في عالم التكنولوجيا. الرسالة الأولى من سيكادا كانت صورة شكلها عادي جدا، لكن كان وراها سر، كلمة سر محدش قدر يوصلها بسهولة في الأول. المحققين اكتشفوا إن مفتاح حل الصورة دي بيعتمد على تقنية اسمها ستيجانوجرافي، ودي تقنية مشهورة بتسمح لك تخبي معلومات كاملة، سواء كانت كود أو نص، جوه ملف تاني زي صورة أو مقطع صوتي. المحققين استخدموا برامج متخصصة زي ستيجو سولف عشان يكشفوا النص المخفي جوه الصورة. والرسالة اللي ظهرت ما كانتش النهاية، دي كانت مجرد المرحلة الصفر. الرسالة كانت عبارة عن كود مشفر فيه تلميحات لكتابات قديمة، تحديدا اقتباسات من قصة الملك أرثر. وبعد ما فكوا الشفرة، الرسالة النهائية ودتهم لموقع إنترنت مؤقت كان بيفتح ويقفل بسرعة، وكل ما يحلوا اللغز اللي بعده كان بيتصعب بشكل هندسي. كان لازم تكون ملم بالتشفير والرياضات المتقدمة، وكمان عندك خلفية في الأدب الكلاسيكي القديم. المرحلة دي بالتحديد استمرت 3 أسابيع، لحد ما سيكادا أعلنت إن المسح انتهى، وقالت اللي كسبوا عارفين إحنا مين، وشكرا للباقيين على مجهودكم. وبعد سنة بالظبط، وتحديدا في يناير 2013، رجعت سيكادا تاني بتحدي أكبر بكتير، وده اللي نقل اللغز من مجرد عالم افتراضي إلى الواقع. اللغز بدأ تاني على الإنترنت، بس المرة دي كان بيستخدم تقنيات تشفير أصعب بكتير، وكمان استخدموا الشبكة المظلمة الدارك ويب عشان يخبوا بعض الروابط فيها. والمرحلة دي انتهت بأنها ودت المحققين لخريطة جغرافية عليها إحداثيات GPS لمواقع حقيقية. وبالفعل بدأت تظهر بوسترات مطبوعة وعليها شعار الحشرة المشهور في مدن كتير حوالين العالم وفي نفس التوقيت، زي مدينة نيويورك ووارسو ومدينة مدريد وباريس وموسكو وسياتل. وده أكد إن الكيان ده ليه موارد ضخمة وشبكة عالمية بتشتغل لصالحه. والأكواد اللي كانت على البوسترات دي ما كانتش بتنحل بالبرنامج، كان لازم تروح المكان بالظبط عشان تلاقي المفتاح التاني، أو تتصل برقم تليفون غامض مكتوب على البوستر. المكالمة دي ما كانتش مكالمة شخصية، كان تسجيل صوتي مشفر
لقد أحسنت عملا. هناك 3 أعداد أولية مرتبطة مع أول صورة تم نشرها في بداية اللغز، و33 01 هو واحد منها. عليك أن تجد العددين الآخرين، ثم قم بضرب الأعداد ال3 معا وأضف إليها .com لتجد الخطوة التالية. حظا موفقا. المحققين اضطروا يحللوا الصوت ده عشان يلاقوا إشارات بتشاور على كتب معينة وأجزاء معينة فيها. واللغز استمر في يناير 2014، بس المرة دي كان أعقد وأكثر فلسفية. سيكادا قدمت للمحققين كتاب غامض اسمه ليبر بريميوس، وده معناه الكتاب الأول. الكتاب ده كان مكون من حوالي 76 صفحة تقريبا، وأغلبها متشفر بشكل غريب وفيه رسومات هندسية ورموز مجهولة. الغريب في الكتاب ده إنه كان فيه رسالة واضحة بتقول: كل لغز تم تقديمه هو جزء من ليبر بريميوس، وإذا لم تكن جزءا من الحل فلن تفهم شيئا. وده معناه إن اللغز ده ما كانش للعامة، كان موجه فقط لمن تم تجنيدهم بالفعل. المحققين اللي قدروا يحلوا أجزاء بسيطة من الكتاب ده لقوا إن فيه كلام عن الأخلاق والفلسفة وأهمية حرية المعلومات والتشفير في العالم الحديث، ودي كانت أول مرة يظهر فيها هدف محدد للكيان ده، وهو البحث عن أفراد بيؤمنوا بالقيم دي. لكن في كل مرة الناس كانت بتقرب من الحل النهائي كان بيحصل شيء غريب. الرسايل بتختفي والمواقع بتقفل، وكأنهم بيعيدوا ضبط اللعبة من البداية. لحد إبريل 2017 ظهرت آخر رسالة منسوبة لسيكادا، وبعدها اختفوا تماما. مفيش أي رسالة جديدة ظهرت لحد يومنا هذا، واللغز بقى محير جدا. وعلشان نفهم مين ممكن يكون ورا كل ده، في 3 نظريات قوية. النظرية الأولى ودي بتقول إن سيكادا هي وكالة تجنيد زي ال NSA أو ال CIA. السر هنا مش في الأكواد بس، السر في تنظيم اللعبة. مين اللي يقدر يطبع بوسترات في 5 قارات في نفس اليوم؟ ومين عنده الميزانية إنه يستخدم تقنيات تشفير معقدة بالشكل ده؟ الأفراد العاديين مش هيقدروا يعملوا كده أبدا. الهدف هو البحث عن أذكى العقول في التشفير، بس بطريقة سرية جدا عشان محدش يعرف إنهم بيتم تجنيدهم. أما النظرية التانية ودي بتعتمد على المحتوى الفعلي للرسائل، خصوصا كتاب ليبر بريموس اللي كان بيتكلم عن الأخلاق والحرية والتشفير. ده بيدي إحساس إنها مش وكالة حكومية بتبحث عن مهندسين أكواد، بقدر ما بتبحث عن ناس عندها نفس الفكر والعقيدة. ممكن تكون مجموعة سرية بتهدف لإنشاء مجتمع مستنير، أو منظمة لحماية حرية الإنترنت والتكنولوجيا في العالم. أما النظرية التالتة ودي بتقول إن كل ده كان مجرد عمل فني ضخم جدا جدا، مصمم لإثارة الجدل الفلسفي حول الخصوصية والتكنولوجيا في العصر الحديث. يعني الهدف مش التجنيد ولا التخريب، الهدف هو إثبات إن مجموعة قليلة تقدر تخلي العالم كله يجري وراها. لكن الحجة اللي بتضعف النظرية دي هي إن الألغاز معقدة ومكلفة بشكل يخليك تستبعد فكرة إنها خدعة بسيطة. وفي النهاية السؤال اللي ملوش إجابة: هل سيكادا وصلوا للشخص اللي هم عايزينه؟ وهل الهدف كان فعلا تجنيد عبقرة؟ ولا كان كل ده مجرد تحدي كبير استمر ل3 سنين لإثبات قوتهم؟ السر لسه غامض، لكن الأكيد إن اللغز ده غير مفهومنا لقوة الإنترنت، وإنه ممكن يعمل كيانات ومنظمات سرية بتشتغل بعيد عن أي سلطة. إيه نظريتك أنت؟ مين هما سيكادا في رأيك؟ يا ريت تكون قصة النهاردة عجبتكم، ولو الفيديو ده عجبكم اعملوا لايك، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس
عشان تشوفوا قصصنا الجاية. كل المصادر اللي اعتمدنا عليها موجودة تحت في الوصف لو حابين تتعمقوا أكتر يعني. مستني رأيكم في التعليقات. أشوفكم الفيديو الجاي وسلام.